إذا كان اعتبرنا الثروات خبزة جاتو المفروض إنها تتقسم على المجتمع. الرأسمالية تجي تقول لك كل واحد وشطارته، اللي ينجم يهز برشا يهز، اللي ينجم يهز شوية يهز، وكان نجمت تهزها الكل بصحتك. الاشتراكية تجي تقول لك لا، هكا ما يجيش، لازم لهنا الدولة تتدخل وتحرص قدر الإمكان إنه الناس الكل تهز قطاع متشابهة وقراب لبعضها، ونقلوا في الفوارق قد ما نجموا عن طريق السيطرة على الموارد الاستراتيجية. الشيوعية تجي تقول لك هاي الناس الكل تنحي يديها، هذيك ملك الدولة وكل واحد باش ياخذ اللي يكفيه فقط ما أكثرش ومن عند الدولة. باش نجموا نفهموا أكثر نجموا نعملوا مقارنة سريعة. الملكية بالنسبة للرأسمالية هي ملكية خاصة للمصانع الشركات إلى آخره، تشجع ديما على الخواص. والملكية الخاصة بالنسبة للاشتراكية هي الملكية العامة للموارد الاستراتيجية فقط، يعني الصحة التعليم إلى آخره. بالنسبة للشيوعية كل شيء تملكه الدولة. الهدف الأساسي بالنسبة للنظام الرأسمالي هو تعظيم الربح الفردي، يعني اللي يعرف كيف يجيب فلوس بصحته. وبالنسبة للاشتراكية هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وديما نحكي نظريا لهنا. وبالنسبة للشيوعية إقامة مجتمع لا طبقي، يعني إلغاء الطبقات بشكل تام. بالنسبة للحريات في النظام الرأسمالي تكون عالية جدا، خاصة اقتصاديا. بالنسبة للاشتراكية الحرية تكون سياسية، والتدخل الاقتصادي متاع الحكومة يكون كبير ياسر. وبالنسبة للشيوعية الحريات بشكل عام محدودة جدا.